السلام عليكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. باش نحضروا هذا الطاجين نحتاجو عندي زيتون خضر شمختو في الماء ومغرف صغيره سكر، ومن بعد نبدلو الماء تاعو شحال من خضره. عندي دجاج، عندي حبه بصل وفصوص تاع الثوم، عندي حبه طوماطيش صغيره مرحيه، معدنوس مقطع، عندي توابل فلفل عكري، عندي فلفل كحل، كركم، راس الحانوت وريق قرند، وعندي هنايا لحم مفروم يعني كميه صغيره حوالي 100 غرام، وعندي زروديه. عندي زروديه فرغتها بهذا الشكل، راح نشوفوا واش نديروا بها هاد الزروديه. بالنسبه لهذا الفيونداشي نحتاجوا له شويه بيض، ونحتاجوا له فلفل كحل ومعدنوس وملح. اذا انا هنا حطيت 2 مغارف زيت ونص مغرف كبيره مارغرين، نخليهم يذوبوا. اذا نخليو هذا الدجاج يتقلى مليح. راح نضيف الصوص تاع الثوم. كما راكم تلاحظوا البصل تاعي راهو تقلى مليح، خليته حتى تكرمل على نار متوسطه. الان راح نضيف التوابل اللي عندي والورقه تاع الرند والملح، ونزيد نص مغرف طماطيش مصبره، انا كنت نسيتها ما ذكرتهاش في المقادير. راح نخلي هاد التوابل. انايا طاجين زيتون نحب نديرو بمرقه حمراء، نتوما يعني كل وحده واش تحب. تحبي ديريه مرقه بيضاء عادي ديريه مرقه بيضاء، انا نحبو مرقه حمراء. اذا راح نخلي هذا الكل يتقلى مع بعض مليح. والان راح نضيف طوماطيش، حبه طوماطيش اللي رحيتها، والمعدنوس، ونزيد حوالي نص كاس ماء، نزيد نخليهم يتقلاو على خاطرهم. زيتون خضر شمختو في الماء ومغرف صغيره سكر، ومن بعد نبدلو الماء تاعو شحال من خضره. اللي تحب تضيف ايضا الفطر تقدر تضيف الفطر. يزيد يتقلى شويه ونمرق. بعد ما تقلى الكل مليح مع بعض الان راح نمرقو. نغطي عليها ونخليها تطيب على نار متوسطه. راح نوليو لهاد لا فيونداشي. انا كيما راكم تلاحظوا درت له شويه ملح، راس الحانوت، فلفل كحل، مغرف كبيره بصل وزوج فصوص تاع الثوم ومعدنوس. عندي حبه تاع البيض، ماناش راح نضيفوها كامل، نضيفو غير شويه. راح نخلطهم. الان راح نجيبو هاد الزروديه اللي قلت لكم فرغتها بهذا الشكل، راح نحشوها بهاد لا فيونداشي. نجيبو مغرف صغيره، نحاول ندخل غير بشويه. هنا من الاحسن انه يكون عندكم حبه زروديه تاعكم كبار، يعني راح يساعدوكم ما يديوش معكم وقت. انا للاسف عندي هادو صغار. هاي لكم زروديه تاعي بعد ما كملت عمرتها. وبالنسبه لافيونداشي اللي تبقات لي عملتها ديبول بهذا الشكل، وراح نرميهم في المرقه ونخليها حتى طيب وتعقد ونعاود نرجع لكم. اذا طاجين زيتون تاعي راهو واجد كما راكم تلاحظوا. هنا راهو قد، والدجاج تاعي طاب، وهاد كرات اللحم ايضا طابوا. هنا انا الدجاج تاعي نحيته، راح نحمره في شويه زيت ونشوفوه مع بعض في صحن التقديم. اذا هاوليكم الطبق تاعنا تاع اليوم بعد ما حطيته في صحن التقديم. وانا هنا عندي هذيك زروديه اللي كنا حشيناها بلا فيونداشي، قطعتها بهذا الشكل وزينت بها الطبسي تاعي، وحمرت هذيك القطعه تاع الدجاج. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم خليوا لي رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش لي جيم، ونلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم.